أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. حابين نشارك معاكم النهاردة إحدى النماذج المشرفة، وهي الدكتورة لطفية النادي الملقبة بأم الفيزياء النووية. ولدت أم الفيزياء النووية بالقاهرة في 4 عام 1934، وتخرجت من كلية العلوم بجامعة القاهرة، وهي أول امرأة مصرية حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية، لذلك لقبت بأم الفيزياء النووية. كما إنها اهتمت كثيرا بدراسة الفيزياء النووية لشغفها بمتابعة المجلات والصحف العالمية منذ دراستها بالمرحلة الثانوية، واتخذت قرار الالتحاق بكلية العلوم، وفضلت الطاقة الذرية والتفاعلات النووية عن دراسة الطب، حيث تخرجت فيها بتقدير امتياز، ومن ثم قبولها كمعيدة بالكلية. ولكنها فضلت العمل في هيئة الطاقة الذرية في الفترة من 1956 ل 1969، وتقدمت حينها للعمل بمفاعل أنشاص التابع لهيئة الطاقة الذرية، وتم إرسالها ضمن وفد من 12 باحث إلى مفاعل سوكل بروسيا للتدريب على إدارة وتشغيل المفاعل. وحصلت على درجة الماجستير في الطاقة الإشعاعية عام 1960، والدكتوراه في الطاقة النووية بعدها ب4 أعوام. وبعد 9 سنوات تركت العمل بهيئة الطاقة الذرية، وتقدمت للالتحاق بكلية العلوم كأستاذ مساعد للفيزياء النووية، ثم ترأست قسم الفيزياء لمدة 3 دورات. كما إنها شاركت في تأسيس المعهد القومي لعلوم الليزر، وهو أول معهد متخصص في علوم الليزر وتطبيقاته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقديرا لإنجازات أم الفيزياء، فقد حصلت على جائزة الدولة التقديرية وجائزة رامال الفرنسية، وهي عضو في كثير من المؤسسات العلمية العالمية المرموقة، ونشر لها أكثر من 130 بحثا علميا في أهم المجلات الدولية. وكانت عضو في مجلس أمناء جامعة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، منتظرينكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.